تخيل معايا تكون بس شاب عادي بدون قوة من غير هدف، بس فجأة ومن غير تفسير بتقرر تغير حياتك للأحسن وتبقى بطل الأبطال. تخيلت يا باشا؟ طيب قبل ما نبدأ عاوزك تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ودعونا نرى ما الذي جرى. الحياة بتبدأ في عالم انتشر فيه مرض غريب جدا، مرض بيعدي اي حد يتصاب بيه ويحوله لوحش فتاك. طبعا مش محتاج اقولك ان في منظمة بتقضي على الوحوش دي، بس في الفترة الاخيرة رجالتها قلت بشكل كبير لانهم ماتوا بسبب قوة الوحوش الغريبة. بيعملوا اعلان انهم محتاجين اعضاء ينضموا ليهم، وبطلنا النهاردة اسمه دانيال مغفل على قد حاله وقال بس يا سيدي دي فرصتي. بيروح فعلا والناس هناك بيضحك عليهم بالحاجات دي. في اللحظة دي المنظمة بدأت تسأل نفسها وتقول هو الواد ده غبي ولا ايه؟ بس العجيب واللي كان على عكس المتوقع بصراحة ان الجيش وافق يقبله فعلا، وفي الاخير دانيال بيتحط تحت قيادة الموزة دي اسمها فيرا يا صديقي. في يومه الأول بقى دخل يعرف نفسه للفريق وكلهم استقبلوه، بس مش استقبال عادي، لأ دي تشريفة يا فنان. دول فاجئوه كنوع من أنواع الترحيب بيه أو حاجة شكل كده يعني. الواد ما بيستحملش الهبل ده وبيغمى عليه، فالعيال بتتصدم، الواد ده شكله بسكوتاية. المهم بيفوق بيلاقي نفسه قدام نائب القائد ليسي، بيقول له إنه راجل محترم وعشان كده وقفه قدامه وقالها بالنص زي ما بقولك كده، الشغلانة دي مش لعبة عيال، وإن اللي جاي كله سوا طافح على الكل وتقريبا كده كلنا هنموت يا فنان. الواد ما بيفرقش معاه الكلام ده، والفرقه بعدها بدأت تتحرك بالفعل. دي اول مهمه استكشافيه للواد معاهم. بيتمشوا لهناك واثناء كده بيلاقوا مجموعه جديده شكلهم كده بيتمرنوا، لكن بطلنا دخل مكانه وشاف منظر خلاه مش عارف هو فين حرفيا. المهم بعد ما بيخلصوا واستغربوا بيجي لهم تحذير من وحده الدعم، مفادوا ان في موجات مغناطيسيه غريبه هم مش عارفين مصدرها ايه او ايه اللي جابها هنا اساسا. باختصار لازم الكل ياخد حذره لان شكل كده العدو قرب يطلع عليهم. وبالفعل العدو بيظهر بس مش واضح ليه اي ملامح، شكله مش مخلوق عادي زي اللي بيقابلوهم في العادة، ده كائن كان عايش على كوكب الارض زمان بس حصل حاجة وانقرض من فترة طويلة، لكن على ما يبدو فهو قدر يرجع تاني بطريقة ما. فريق دانيال بيستعد للقتال، بس دانيال كان واقف متمسمر في مكانه مش عارف هيعمل ايه، وانا بصراحة مش متأكد اذا كان الواد ده غبي ولا ايه بالظبط. الفرق كلها شغالة شغل من نار وشكلهم عارفين اصل الحوار، كلهم بدأوا يشجعوا بعض بالكلام وبيقولوا انهم لو دخلوا عليه سوا هيهزموهم في الحال. بالفعل بيهجموا عليه والقتال كان صعب شوية بس في الاخر قدروا يهزموه بسهولة، كانوا في قمة السعادة. اما دانيال فيا عيني على دانيال واقف زي خيبتها ومش قادر يتحرك من مكانه. انشف كده وقوي نفسك وافتكر دايما لن تصل للقمة الا بالجراح. المهم الشباب بتخلص كل حاجة والواد بعد ما الدنيا هدت بيحس بغلطه وبيروح يعتذر للنائب القائد، لكن دانيال قال له هو متفاجئ كده، ايه ده هو انت لسه عايش؟ ده انا فكرتك هتموت ومش هترجع، بس طالما رجعت فتأكد ان ده لوحده انجاز. انجاز ايه يا عم؟ ده انا كنت واقف زي الفرخة المذبوحة مش عارف اعمل اي حاجة. قال له ياض ما يهمكش، كل حاجة بتيجي واحدة واحدة، اسعى انت بس وتأكد ان الدنيا هتحلو شوية بشوية. بس هو ايه هدفك من الانضمام لينا؟ قال له لاني اود ان اصير بطلا. الكلمات دي اثرت في انا شخصيا واثرت في لوسي جدا. عارف ان الواد ده طموحه كبير جدا وعنده عزيمة تفلق الحجر. وفي الاثناء دي بتوصلهم رسالة من فريق الدعم بتقول ان الوحدة اللي قدامهم وقعت في خطر كبير جدا وقابلوا عدو قوي بكتير من اللي هم لقوه، عشان كده بعتوا طلب بالمساعدة. ولحسن حظهم ان كان فريق دانيال قريب منهم، بيروحوا على هناك ولما بيوصلوا بيلاقوا الشخص اتصاب بالعدوى، والمصيبة انه كان خلاص اتحول لوحش مرعب. فريق دانيال دخل عليه بس الوحش ده قوي جدا لدرجة ان حتى فريقنا ما قدرش يعمل معاه حاجة واتهزم بسهولة. ما فضلش غير الاتنين دول دانيال وليسي. ليسي قال لدانيال سيبهولي انا اللي هتعامل معاه، بس بطلنا تشجع خلاص وقال لا والله المرة دي انا اللي هخلص عليه ومش هسمح لنفسي افشل تاني. ليسي
ليسي اول ما شاف اصراره ده اتحمس وقال له دوس يا بطل، انت قدام وانا هدعمك من ورا. البطل وقتها طلع سلاحه واستعد بكل ما اتاه من قوة وبيهجم عليه. الوحش هو كمان هجم عليه ودانيال بيقاتل بكل قوته، كان بيصد ضرباته وبيشتته بشعاع ضوئي. الوحش بيتغفل للحظة، واللحظة دي كانت كفيلة بان الوحش العنيف الاسد المخيف ليسي خلص عليه، بيقضي على الوحش في لحظات وقدروا يسيطروا فعلا على الوضع. اخيرا بينقذوا المصابين وليسي بدأ يمدح البطل دانيال كاي. العيال اول ما سمعوا اسم والده اتصدموا جدا ووشهم زي ما انت شايف كده. ايه الحكاية؟ الاسم ده مش غريب عليا، هل كاي تعني حاجة باليابانية؟ ده اللي اكيد هنعرفه قدام شوية. المهم حاليا بيمر الوقت سريعا، وبعد مرور 7 ايام بنشوف الشباب وهم بيحاولوا يقضوا على وحش الصحراء ده. كان بيغوص ويطلع فجأة بيهاجم العيال وينزل من تاني. انا مش عارف هو بيعمل ايه بصراحة، وحش مهزأ بصحيح. ما علينا يا سيدي. موكي بتحدد مكان الوحش بالحرارة وبتقول للكل يهاجموه في الحالة. كلهم بيسمعوا كلامها، وده لانها الوحيدة اللي بتقدر تحدد اماكنهم. بس المشكلة الوحيدة هي ان قدرتها دي مش شغالة طول الوقت، بتفضل وقت محدد بس. بتشاور لهم على المكان عشان يخلصوا عليه، بس دانيال معرفش يصيب الهدف ولا طلقة جت فيه. الوحش بيقدر يهرب يا ابن الفشلة. بيرجعوا بعد ما مهمتهم بتفشل. موكي بتمسك دانيال تهزقه، والواد بيرد عليها وبيقول لها يعني انا هتنبأ بيه ولا ايه؟ انا ما كنتش عارف هو هيجي منين. موكي بتتعصب من كلامه وبتقول لهم خدوه من قدامي لا اعملها معاه، وانا بصراحة مش عارف هي هتعمل ايه معاه. بتصيح شوية بعدين بتهدى لوحدها، وساعتها بنشوف الفريق وهم بيسألوا دانيال عن ايه اكتر حاجة هو موهوب فيها. بس المفاجأة دانيال ذات نفسه مش عارف هو شاطر في ايه اساسا. هي فرحة امك بيك، يا ريتها كانت بركة عليك وراحتنا منك يا ابني والله. العيال بتضحك عليه، والواد بدأ يدور بجد على شغفه والحاجة اللي بتميزه عن الباقيين، وقعد يسأل كل واحد في الفريق عن اهتماماته، بس مش بيوصل لأي حاجة. بيلاقي مجلة في أوضة التخزين اللي كان بينظفها، وكان على غلافها صورة موكي، واتضح انها زمان كانت ايدول مشهورة. وبعد ما دانيال عرف كده راح واتكلم معاها بصراحة، وقال لها على طول انه شاف المجلة وعرف حقيقتها، وسألها عن السبب اللي خلاها تسيب المجال ده بالرغم من انها كانت ناجحة فيه. بيطبل لها شوية طبعا، بس البنت مش بتركز معاه، بتطنشه، وشكل البنت كان عندها ماضي سيء جدا. وعشان كده لما دانيال اتكلم معاها هي زعقت له ومشيت على طول. الواد اول ما شاف كده حس بالذنب جامد، هو افتكر ان هو اللي قلب عليها المواجع يعني. بالليل بقى الايدول حلمت بحلم غريب، وكان الحلم ده من ماضيها. سبحان الله، صدفة مرتبها المخرج يا صديقي. ما علينا. المهم على كده اليوم بيخلص، وتاني يوم الصبح دانيال كان مستنيها، واول ما بيشوفها بيقول لها انا على فكرة شفت الفيديو بتاعك، وطبعا انا مش هوريهولك حفاظا على مشاعرك يا زميلي. المهم فكنا من العبث ده وخلينا في المفيد. ايوه المفيد. الفريق بتاع دانيال بيرجعوا لنفس المهمة العادية، والمرة دي كانت فرصة ليهم يعوضوا اللي فات وخسارتهم ضد وحش الرمال. موكي كانت خلصت الأوامر ووزعتها على الفريق كلها، كل واحد عرف دوره بالظبط وبدأوا في تنفيذ تلك الخطة. كل حاجة مشت تمام جدا، وقدروا فعلا يتخلصوا من الوحش الرملي بسهولة شديدة. بيرجعوا تاني وموكي مدح دانيال جامد قوي، وباين عليهم كده ان هما الاتنين اتصالحوا وبقوا اكتر من السمنة على العسل، وشكل كده هيكون في قصة حب بينهم بعدين، بس ادينا هنكمل وهنشوف. وفي الوقت اللي الواد كان رايح يرتاح فيه ليسي جاله وقال له ان القائدة عايزة تكلمه ضروري في موضوع مهم جدا، فروح بسرعة وشوفها قبل ما تقلب عليك. بيروح فعلا، ولما بيوصل القائدة قالت له انها عندها مهمة خاصة ليه، وانه لو قدر ينفذها هيبقى بطل بشكل رسمي زي ما كان دايما بيحلم. كلها هتهتف باسمك يا ابني، دانيال البطل، دانيال البطل، وهتبقى اشهر من كريستيانو من انا شخصيا. كلام جميل، بس طبعا المهمة دي هو ليه حق يرفضها وما يعملهاش. ومحتوى المهمة كان انه يروح يقتل الشخص ده. اول ما دانيال سمع الكلام ده اتصدم جدا. هو ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا مستحيل اعمل كده. بيعدي اليوم وبعد معارك كتير فريق دانيال، عشان طبعا كل واحد له احتياجات مختلفة وحاجات عايز يشتريها، البطل بتاعنا بقى راح مع زميله المجنون اللي اسمه لاري ودخلوا مع بعض في محل كده. المحل ده بيبيع حاجات مش قانونية يعني، ولاري اشترى حاجات مش هقولك عليها، اعمل بلور يا مونتير. اما دانيال فما كانش ناوي يشتري اي حاجة من دول، هو كان بس ماشي معاه علشان اول مرة يجي المكان ده ومش عارف الاماكن كويس مش اكتر. بيخرجوا من المحل وفي طريقهم للمغادرة يتعودوا على القتال وبيكتسبوا قدرات وقوة اكبر من الناس العاديين، وعلشان كده انت دلوقتي بقيت اقوى.
فده الطبيعي يعني. ده انا كنت فاكرك راجل محترم بس اتخدعت فيك، طلعت في الاخر بتاع مخدرات. في البدايه دانيال ما كانش ناوي يوافق باي شكل من الاشكال على اضرار تانية، بس لاري بيقول له احنا عاوزين فلوس يا اسطى، حرام ايه وحلال ايه. تمام يا ريس هنعمل المهمه دي. الفدا خلاهم يشكوا فيها شويه. وفي الوقت ده رجعنا لباقي اعضاء الفريق وكانوا مستغربين جدا، هو دانيال ولاري سابونا كده ليه؟ اختفوا فجاه ومحدش بقى يعرف عنهم اي حاجه، ما يعرفوش ان البشوات بيهربوا مخدرات. نرجع بقى لدانيال ولاري. البنت الصغيره دي قالت لهم انها ممكن تاخدهم للمكان اللي فيه الشجره اللي بيدوروا عليها. لاري على طول بدأ يجمع عينات، ياخد العينات دي ويعمل عليها دراسه عن الامراض المختلفه بعد ما يخلصوا. وفجاه بعد ما بينتهوا من جمع العينات اتجه على دانيال والبنت الصغيره. ساعتها البنت الصغيره قررت تضحي وتكون طعم عشان دانيال قال له لا سيب الطلعه دي علي انا، وفعلا بدأوا ينفذوا الخطه. والطائر العملاق كان باين ده بعد ما عرفوا مكانهم من التاجر بتاع المخدرات. ولما رجعوا للقاعده النائب شخط فيهم جامد جدا وفضل ينصحهم وقعد يوبخهم بمحاضره محترمه الصراحه. وساعتها لاري ودانيال كانوا حاسين بالذنب جدا. بعدها دانيال راح للقائده وقال لها انه خلاص هيقبل المهمه الخاصه دي، بس المفاجاه بقى الشخص صغيره هي الهدف. بيسالها ليه يعني تكون هي الضحيه، عملت لك ايه؟ دي بنت كيوت جدا ما بتردش عليه. وبعد كده فريقنا اتكلف بالمهمه الجديده، والمهمه دي وهم فيها قابلوا كائن غريب من جنس اسمه الطائفين وما كانش مسالم خالص. واول ما شافهم هجم عليهم من غير تفكير. هو كل الفريق دخل في وضع الدفاع، واكتر واحد كان بيعرف يتعامل معاه كان النائب لانه استخدم سلاحه الاسطوري اللي هو السيف الجامد بتاعه. والمعركه بينهم كانت نار، فضلوا يضربوا بعض جامد لحد ما ليسي قدر يقطع دراعه من ناحيه واحده، وده خلى الوحش ينهار وبدا يخاف وحس ان الوضع بيهرب منه، فقام جري بسرعه واستخبى جوه الشجيرات دي. الفريق كان ناوي يلحقه ولكن النائب وقفهم وقال لهم استنوا ما تجروش وراه، ممكن يكون عامل لكم فخ واصحابه مستنيين وراه هناك. فكلهم اضطروا يسمعوا الكلام ورجعوا للقاعده مؤقتا. وعلى ما يبدو ان القائده استدعت النائب عشان تكلمه في حاجه وشكلها عايزه تقول له على مهمه جديده. لما النائب وصل القائده بدات الكلام على طول وقالت له انها عايزاه يقوم بمهمه سريه. المهمه دي شكلها مرتبطه بحاجه تخص فريق دانيال وكان واضح انها سريه جدا 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 كمان. في الاول النائب ما كانش حابب الموضوع ولكنه قدام ضغطها الرهيب اضطر يوافق. بعد كده بنرجع لدانيال والشباب وكانوا بدأوا يشكوا في النائب لان تصرفاته بقت غريبه شويه، وكانوا حاسين ان في حاجه مش واضحه وان وارد يكون عنده ماضي في العلاقات او مشاعر متلخبطه. فقرروا يحققوا حواليها شويه واكتشفوا انه كان مشهور قبل كده وشكله كان شخصيه عامه وكان بيشتغل في البيزنس مع ناس اغنياء ومعروفين. عقبالنا يا فنان. بس لما الدنيا اتقلبت بدأت تظهر امراض وانتشرت والشغل بتاعه وقع وفلس. انسى اللي انا قلته يا فنان. ومع الصور اللي لقوها كان واضح انه كان قريب جدا من القائده من زمان. هو كان في ناس تانية في الصوره بس علاقتهم مش واضحه لسه. وبعد كده بنروح لواحد شعره ابيض وكان واضح انه بيخطط لحاجه. وبنرجع لدانيال وهو بيتمرن على ضرب النار والسيف، والوقت كان متاخر بالليل بس النائب جه يقابله وقال له تعالى نخرج مع بعض شويه. وفعلا هما الاتنين خرجوا وراحوا على بار كده. هناك النائب بدأ الكلام على طول وسأل دانيال عن المهمه اللي اتكلف بيها. دانيال قال بصراحه انه بدأ يحس انه مش واثق في نفسه ومش متاكد اذا كان هيقدر ينفذ المهمه دي ولا لا. كان قلقان جدا. النائب قال له انا هقول لك نصيحه واحده، اياك تتردد في تنفيذ اي مهمه علشان التردد ممكن يوديك للهلاك وتموت فعلا. وقعد يشجعه ويديه طاقه ايجابيه. كان واضح انه بياخد الموضوع بجديه جدا. ولما خلص كلامه قال له انا هدخل الحمام استناني لحظه. وفي اللحظه دي دانيال جاله تليفون من حد ما يعرفوش فخرج من البار عشان يرد. ولما خرج لقى بنت صغيرة هي اللي كانت بتتصل عليه، بس اول ما شافته قفلت الخط وجريت عشان تهرب. دانيال جري وراها بس فجأة لقى قدامه 3 من جماعة الطائفين اللي كانوا هجموه قبل كده في المهمة اللي فاتت، والمرة دي معاهم أسلحة كمان وهجموا عليه على طول. دانيال بيحاول يراوغ ويتفادى الضربات ولقى ماسورة حديد جنبه فأخدها وبدأ يدافع عن نفسه، بس كان حاسس ان
مفيش امل، فبدأ يجري علشان يهرب لكن اتزنق ولقى نفسه عند طريق مسدود، وفي اللحظة دي كان خلاص هيروح فيها. النائب ظهر وفي الوقت المناسب تماما، وقدر هو ودانيال يتغلبوا على الثلاثة دول كلهم. وبعد كده النائب بدأ يشرح معلومات عن الجماعة اللي اسمهم الطائفين دول، لكن وهو بيتكلم ضيف مش معزوم بيقرب منهم. الراجل اللي شعره ابيض ده شكله يعرف النائب من زمان يا ولاد. الاتنين بدأوا يتكلموا مع بعض، اهلا بيك يا فنان. ولكن الراجل ده بدأ يستفز ليسي ويغيظه بالكلام، ولما الكلام كتر بينهم اتضح ان الهدف الحقيقي مش النائب ده، عايز البطل بتاعنا دانيال. واول ما النائب عرف كده قال للبطل يجري بسرعة وانا هعطله ما تقلقش. فعلا دانيال جري لكنه قابل البنت الصغيرة اللي كانت كلمته في التليفون قبل كده، واتضح انها واحدة من الجماعة اللي شغالين تبع الراجل ابو شعر ابيض ده. وقفته وبدأت تعطل حركته علشان ما تخليهوش يهرب. وفي نفس الوقت النائب بدأ يتعب جدا لان الراجل ابو شعر ابيض ده كان معاه مسدس، ضربه بالنار وفعلا اتصاب. ودانيال لما شاف ان ليسي في الحالة دي اتجنن وطلع يجري عليه باقصى سرعة عشان ينقذه. هجم من ورا الراجل ده على طول، بس المشكلة ان الراجل ده قوي جدا، فدانيال اضطر يستخدم ماسورة قريبة منه، ضرب انبوب موجود وكسره عشان يخرج دخان، وبعدها خد النائب وهرب. والراجل ابو شعر ابيض ساعتها قال المرة دي هسيبك تهرب، بس المرة الجاية مش هتطلع منها بالسهل. وبعد كده بالليل الراجل ده قال ان هدفه مش بس البطل ده، كمان عايز البنت الصغيرة ليزا اللي دانيال كان انقذها قبل كده. وبعد كده فريق دانيال كان عنده مهمة جديدة النهاردة، كلهم كانوا شغالين في المهمة بشكل طبيعي وكانوا بيتعاونوا مع بعض وينسقوا التحركات. بس دانيال في لحظة كده سرح شوية، ورغم كده كان مستواه بقى عالي جدا، بقى بيقدر يضرب طلقة واحدة ويخلص على العدو في ثواني. لكن للأسف اللي عمله ده لخبط توقيت الفريق شوية، فدانيال قال لهم انا اسف على طول. وبعد كده بنرجع تاني للراجل ابو شعر ابيض واللي اسمه هايدن بالمناسبة، يعني هو اللي دلوقتي الطلب يقابل الزعيم بتاعه، والزعيم ده ما كلموش، ده دخل على طول ودور الضرب فيه، كلوا علقة محترمة بنت ناس. وده عشان هايدن ساب دانيال وفريقه يهربوا من تحت ايده، وده بوظ خطة المنظمة وخلاها تتأخر. الزعيم كان بيضرب فيه جامد، بس هايدن كان عادي ولا كأن في اي حاجة. هو في الاخر الزعيم قال له المرة الجاية اوعى تغلط يا ابني، الغلطة الجاية هتكون اخر غلطة ليك في الحياة، سلام. وبينتهي الكلام بينهم على كده. هو بنرجع للبطل اللي كان قاعد مع ليسي وسأله انت سرحان في ايه النهاردة؟ بتفكر في ايه؟ افتح لي قلبك، قول لي اللي بيدور في عقلك، هل الموضوع له علاقة بالمهمة؟ فبيقول له ايوه، انا دلوقتي بحاول افكر في خطة ومش عارف اتصرف ازاي. ساعتها ليسي بدأ يديله شوية نصايح وقعد يتكلم معاه عن شوية حاجات كده. وبعد ما الكلام خلص راح يتكلم مع باقي الفريق، لانهم كانوا واخدين بالهم ان دانيال والبنت اللي لابسة نظارة اللي اسمها كوباتو بقوا بيتهربوا من بعض ومش بيكلموا بعض خالص. هو كان باين انهم مش قريبين من بعض، وده خلاهم يبداوا يتخيلوا حاجات ويفكروا بزياده شويه. قرروا يعملوا خطه عشان يخلوا دانيال وكوباتو يقربوا من بعض اكتر. الخطه كانت انهم كلهم يطلعوا على المدينه اللي جنبهم عشان يشتروا شويه حاجات ويعملوا حفله صغيره احتفالا بالبطل دانيال. ما ضيعوش وقت وقسموا نفسهم مجموعات، كان دانيال وكوباتو هيروحوا مع بعض والباقيين هيروحوا يشتروا حاجات تانية كل واحد لوحده. ولحسن الحظ كان في نقطه مشتركه ما بينهم، الاتنين اوتاكو يا صديقي الاوتاكو. مع العلم انا بكره كلمة الاوتاكو دي عامة، بس المهم بعد كده شفنا دانيال وكوباتو هما بيشتروا حاجات سوا. كوباتو كانت بتتكلم كتير وبتتكلم بطلاقة جدا زي حالاتي كده، لسانها فصيح في اللغة العربية بسم الله ما شاء الله عليها وعليها يعني. بس بما انها من عيلة غنية فكانت بتشتري ببذخ شوية بزيادة حبتين، والمفروض ان دانيال كان هو اللي ياخد القرار في كل حاجة، وده خلاها تحس انه متعب ومزعج ليها شوية. ولكن دانيال ما كانش متضايق ولا مهتم خالص. المفاجأة كوباتو طلعت رسمت مانجا كمان. وبعد ما اشتروا الحاجات اللي هم عايزينها دانيال قال لها انا هروح اجيب مية من المكنة بتاعة المية اللي هناك دي، علشان كانوا مستنيين باقي الفريق يرجع. ولما وصل دانيال للماكينة سرح جدا وبدأ يسرح بخياله وفكر في ماضيه وفي الايام اللي كانت صعبة عليه، وفكر ان الانمي هو اللي كان بيشجعه ورفع معنوياته، وهو في الاساس كان سبب انه يكمل
ومكمل لحد لحظتنا دي. واثناء ما هو كان سرحان ومستني الميه تطلع، فجأة واحدة من اعدائه ظهرت جنبه. صدفة عجيبة فعلا، هو العدو ده على طول هجمه، ودانيال ما استناش، مسك ايد كوباتو وجري بيها علشان يهربوا. بس الموقف كان متأزم ومفيش وقت كفاية، فقرروا يقفوا ويقتلوا، وفعلا ضربوا جزء الارانب الشياطين اللي كانوا بيهجموا عليهم وخلوهم يبقوا شبه الميتين بضربة واحدة بس العدو بدأ يطلق سلاح او حاجة قوية جدا وشكلها خطيرة ومميتة، فدانيال وكوباتو جريوا عشان ينسحبوا بسرعة على ما يفكروا في خطة جديدة. هربوا لحد ما وصلوا المكان مسدود. والبنت قالت له احنا لسه من شوية كنا منسجمين وبنشتغل سوا كويس جدا، ليه دلوقتي كل اللي بتعمله هو انك بتهرب؟ انت جبان ولا ايه؟ دانيال لما سمع كده قرر يقف ويواجه، ومن هنا بدأوا يقاتلوا مع بعض، وبتناغم رهيب قدروا يهزموا العدو فعلا. وبعد ما خلصوا ورجعوا للحفلة اللي باقي الفريق كان عاملها احتفالا بدانيال، وكان واضح ان العلاقة بين دانيال وكوباتو بدأت تقرب اكتر واكتر، وان بينهم تفاهم حلو جدا. وبالمناسبة البنت كانت فعلا طيبة جدا، ودانيال فتح لها قلبه وقال لها عن القلق اللي جواه، وانه حاسس انه مش اوتاكو حقيقي، وانه بيحب الانمي بس مش شايف نفسه عنده خبرة كفاية عشان يتسمى كده. بس كوباتو اللي كانت شاطرة في رسم المانجا قالت له انها بتعتبره مشجع انمي حقيقي، وعشان انا كمان اعتبرك مشجع انمي حقيقي يا صديقي انزل اخبط اللايك واشترك في القناة. ما علينا. المهم اتفاجئت لانها كانت فاكرة ان دانيال ممكن يتضايق من شكلها عشان رجلها مقطوعة من زمان وانها مركبة رجل صناعية، بس العكس حصل. دانيال ما كانش مهتم خالص وكان شايفها جميلة وقوية كمان، وقال لها اللي قادرة على التحدي والمواجهة. راحت قالت له تعلن احتجاجها، وبعدها قالت له انها بتحترمه جدا عشان هو شاف انمي وحلم يبقى بطل. وبعدين رجعنا للبنت اللي كانت بتواجه دانيال قبل كده، وكان باين ان هي وزمايلها بيجهزوا خطة كبيرة وكل حاجة بقت جاهزة وتمام التمام. والمهمة السرية اللي دانيال استلمها القيادة العليا قالت ان خلاص جه وقت تنفيذها، والوقت هو النهاردة. وفي نفس الوقت رحنا للمنطقة السفلية اللي فيها حفلة كبيرة شغالة وفيها ناس مهمة وكبار شخصيات من كل مكان، ولكن الحقيقة الحفلة دي كانت حفلة عيد ميلاد ليزا، وليزا طلعت شخصية كبيرة جدا، والناس هناك كانوا بيسموها نهاية العالم، يعني البنت دي مش عادية خالص. وبعد كده رجعنا للفريق دانيال اللي بدأوا يجهزوا نفسهم وينفذوا الخطة. والفريق اللي راح المهمة دي هو فريق دانيال، والمهمة دي سرية جدا، هو ما يعرفش تفاصيلها غير القائدة وليسي والبطل دانيال. الباقيين فاكرين انها مجرد مهمة عادية، واللي عرفناه بقى هو ان ليزا دي عندها قوة غريبة جدا، قوة ممكن تسبب نهاية العالم، وعشان كده الهدف من المهمة هو اغتيالها. بس الناس اللي في الحفلة شايفينها زي الملكة. البنت مسكينة ما تعرفش اي حاجة، لسه طفلة بريئة ما تعرفش ايه اللي بيحصل حواليها. الفريق بتاع دانيال نزل المنطقة، وكانت اول خطوة في المهمة هي التنكر والدخول وسط الناس زيهم زي الخدم اللي شغالين في الحفلة. انا شفت الفيلم ده فين قبل كده. ما علينا، كل حاجة كانت ماشية حسب الخطة. بس قبل ما يبدأوا ليسي قال لدانيال اسمع، ما ينفعش تغلط ولا تسيب الخطة دي تتكشف، انت الوحيد اللي هتعرف تنهي ده من غير اي مشاكل. دانيال دوره في المهمة دي قناص مستخبي ومجهز يضرب النار لما ليسي يديه الاشارة، وليسي هيكون الطعم وهيخلي ليزا تقرب منه، وساعتها دانيال هيضرب طلقة من رصاص. وبالفعل الفريق دخل الحفلة وبدأوا يشتغلوا كل واحد في دوره، واكتشفوا ان الحفلة دي مليانة ناس تقيلة قوي جدا، مش تخان، اقصد يعني تقيلة في المجال، ناس ما يعرفوش عنهم اي حاجة اصلا، حراسة جامدة بأسلحة تقيلة، يعني لو الخطة فشلت في ناس هتموت ده اكيد. وبعد كده ليسي كان بيفتش وبيدور على حاجة جوه الحفلة، وفي اللحظة دي هايدن جه مخصوص علشان يبوظ خطتهم. واول ما ليسي شافوا الاتنين دخلوا مع بعض في قتال وجها لوجه، الموضوع كان مولع النار، حاجة اخر دمار حرفيا. بس الطرف اللي كان بيكسب التاني هو هايدن، لان ليسي اصلا ما كانش شايل اي سلاح معاه ولا حتى سكينة مطبخ، بس هايدن كان عامل حسابه مسلح للاخر مجهز نفسه كويس. الاتنين دخلوا في خناقة جامدة قوي، النائب بدأ يجري هو كمان ويحاول يهرب، وفي الاخر النائب اتصل بالقائدة وقال لها خلاص يا ستي وقف المهمة دي، شكلنا كده اتفضحنا. بس القائدة كان عندها رأي تاني، قالت له المهمة دي ما ينفعش تتوقف، لازم نكملها للنهاية. قال لها طيب تمام انا هكون طعم واشغلهم. هو بالفعل بدأ يبعت اوامر للفريق يشغلوا الهدف ويخلوه يقرب من الشباك، وبسرعة الصاروخ نفذوا الخطة
الخطة وخرجوا من الشباك علشان يلفتوا نظر الهدف. وفعلا ليزا بدأت تركز معاهم، وجت اللحظة اللي المفروض يضربوا فيها، ولكن فجأة ليسي بقى في ورطة. هايدن حصره وخلاص هيقضي عليه، بس في اللحظة دي وقبل ما تحصل الكارثة دانيال قرر ينقذه وضرب هايدن طلقة قطعت له دراعه وخلاه يهرب من مكانه. والخطة كده بتكون فشلت بشكل رسمي، وكلهم قرروا يهربوا بأسرع وقت، ولكن للأسف العدو بدأ يطاردهم. وفي وسط المطاردة هايدن هجم تاني من وراهم فجأة، بس ليسي كان صاحي وأنقذهم في آخر لحظة ودخل بين العدو وبدأ يهرب من فوق الجبل. ولكن هايدن صوب الآلة العملاقة وهي طايرة ووقعت من فوق الجبل مباشرة ودخل بين العدو وبدأ يهرب. ولكن هايدن كان بالمرصاد وضرب بالآلة العملاقة اللي معاه ووقع من فوق الجبل مباشرة. وبعد اللي حصل الأبطال بتوعنا رجعوا تاني للمقرة، بس رجعوا هم قلبهم مكسور وحالتهم وحشة لأنهم للأسف خسروا النائب. وأما بقى الواد هايدن شكله استغل الوضع وخد كل الناس اللي كانوا في الحفلة وخلاهم رهائن، وشكل الجنود اللي هناك أخدوا ليزا الصغيرة فعلا ومشيوا بيها. وبنرجع للأبطال بتوعنا اللي قاعدين ساكتين وزعلانين جدا والجو كله كآبة وسكوت. وفجأة كده جت وحدة الإنقاذ عشان تاخد حاجات النائب اللي مات، وده طبيعي في الشغلانة دي إن أي حد بيموت بتيجي فرقة تلم متعلقاته الشخصية وترجعها. ودانيال قرر يساعدهم في التجميع والترتيب وما كانش لوحده، الكل بيشارك معاه علشان مش قادرين يسيبوا حاجات النائب كده من غير ما يلموها. وكان واضح عليهم انهم بيحبوا النائب جدا ومش هيقدروا ينسوه بسهولة، بس برضه لازم يتعودوا لان الشغلانة دي عبارة عن موت مخاطر وده جزء من حياتهم. بعد كده دانيال راح يتكلم مع القائدة، بس واضح عليه انه متضايق قوي وكان زعلان جدا ومقهور ان النائب مات. وسألها ازاي انت مش زعلانة، ازاي مش حاسة بالحزن زينا؟ ولما شاف ان القائدة هادية جدا بدأ يهدى شوية بشوية هو كمان. ومن هنا باين انهم قرروا انهم يكملوا خطتهم. وبعدين القائدة قررت تنادي الفرقة كلها علشان يتجمعوا، وكانت نازلة معاهم بنفسها كمان. وأول ما وصلوا للقرية لقوا إن أهل القرية كانوا بيدوروا على ناس مفقودين كتير جدا، حتى عمدة القرية ذات نفسه مختفي. واضح كده إنهم شاكين إن في عملية خطف حصلت. فأبطالنا سمعوا الكلام ده وجروا على القصر فورا عشان يلحقوا الموقف. وأما صاحبنا هايدن فكان قاعد بيحقق وبيسأل كل الرهائن الموجودين ليزا راحت فين، اتخطفت وراحت على فين بالظبط، يلا قولولي عرفوني. بس مفيش حد كان عارف اي حاجة خالص، الناس هناك كانوا مجرد غرباء ومفيش اي حد منهم شاف ليزا اتسحبت على فين. وفجأة جاله اتصال بلغوه ان فرقة ابطالنا رجعوا تاني وجم المنطقة. هو في الاول ما خدش الموضوع بجد، ولكن اول ما سمع ان في دعم اضافي جه معاهم شك على طول ان القائدة بنفسها ممكن تكون جاية، فقرر ينسحب فورا عشان شايف ان الوضع بدأ يبقى يكون خطير عليه. وبعدها رحنا تاني على ابطالنا وكانوا بيدوروا على اي دليل يوصلهم لليزا، ولكن وهم بيدوروا فجأة وحوش كتير ظهرت جدا وهجمت على المدينة وعملوا خراب فظيع والناس بدأت تهرب في كل حتة. وابطالنا اضطروا انهم يسيبوا كل حاجة ويمسكوا في انقاذ اهل المدينة الاول، ودخلوا يواجهوا الوحوش ويصدوهم، بس عددهم كان مرعب، كل ما بيخلصوا على مجموعة بتظهر غيرها. فالقائدة ما استحملتش وقررت تتدخل بنفسها وتورينا قوتها. يا جماعة الست دي طلعت جامدة على الاخر، دي نزلت لوحدها وعملت مذبحة مفيش ولا وحش قدر يقف قدامها، بصراحة كانت جامدة آخر حاجة. وفي الآخر القائدة قالت لأبطالنا خلوا أهل المدينة يهربوا بسرعة والباقي أنا هتصرف معاهم بنفسي. وفي الوقت ده أبطالنا كانوا بيخلوا الناس يخرجوا من المدينة، ولكن فجأة هايدن كان مستنيهم في كمين وكان عامل استعراض قدامهم كده، فدانيال خاف يتحرك من غير حساب، وعشان كده طلب من موكي تشوف الأماكن اللي ممكن يكون فيها قناص. فعلا طلع إن في 2 من الأماكن ممكن يتضربوا منها. ساعتها أبطالنا حطوا خطة وهي انهم يشغلوا انتباه هايدن وفي نفس الوقت البطل الحقيقي يلف من وراه ويهجم عليه. وفعلا حصل، البطل دخل عليه من وراه وبدأت المعركة ودانيال خسر يا دي النيلة. بس في اللحظة دي القائدة ظهرت فجأة وساعدته، وهايدن أول ما شافها حسوا انه مش قدها أصلا، وقال لهم كده بمنتهى البرود نشوف وشكم على خير، وراح راكب المركبة بتاعته وهرب بيها فورا. وبعدها عمدة القرية جه وشكرهم جدا جدا
جدا وقرر يديهم حاجة غالية بقالها سنين بتتورث في قريتهم جيل بعد جيل. القائدة استلمتها ورجعوا على القاعدة، ولما رجعوا البطل قال بكل الثقة المهمة دي أنا هخلصها بنفسي. القائدة ردت عليه وقالت له تمام يا فنان، أنا هبعت لك كل المعلومات، يلا سلام. بعدها بنشوف الناس اللي فوق كبارة الكبارة بدأوا يزعقوا ويوبخوا فيرا علشان حصلت أخطاء في المرة اللي فاتت. قائدة الوحدة وعدت إن المرة الجاية مش هيكون في أي خطأ، وقالت إنها هتكمل تنفيذ الخطة بنفسها. وفي نفس الوقت البطل كان بيحاول يدور على أي دليل يوصلهم لرئيس الأعداء. وعارف إن ليسي كان بيروح دايما مكان معين وكان دايما بيكتب ملاحظات وحاجات في الدفتر هناك، وبينما ده بيحصل الشخص اللي كان مسؤول عن حماية ليزا كان محتار ومتلخبط، مش عارف ينضم للمعركة الكبيرة ولا يفضل في مكانه، لأنه حاسس إن العدو قرب يهجم فعلا. ومن ناحية هايدن فهو شغال على خطة وبيحاول يوصل لليزا علشان يخطفها من تاني. بعدها بنروح لأبطالنا اللي كانوا ساعتها شاكين جدا في موضوع النائب، حاسين ان في حاجة مش واضحة في موضوعه وكل حاجة حواليها الغاز، وكانوا لسه فاكرينه وبيحاولوا يعرفوا اكتر عنه، وفعلا بدأوا يدوروا من جديد عن اي معلومات تخصه. بس المشكلة ان بعض البيانات كانت ضايعة او مش موجودة، بس دانيال لسه مصمم يكمل ويدور. وفجأة افتكر ورقة كان النائب اداهاله زمان وكان فيها كود غريب كده، بس البطل وقتها ما كانش عارف الكود ده معناه ايه ولا هيستخدمه في ايه. بس لما دخل على نظام البحث ولقى خانة فيها لازم يدخل الكود، ساعتها افتكر الكود اللي كان معاه وقال استنى كده ده شبه الكود اللي معايا، وفعلا حط الكود وبدأ يدور ولقى صورة كانت صورة قديمة من سنة فيها النائب وأعضاء الفرقة، وكانوا في مكان معين بس محدش فيهم فاكره هو فين بالظبط. ولما سألهم دانيال كلهم قالوا مش فاكرين ده فين بس شكله كده مألوف. وفجأة القائدة جمعت الفريق كله وقالت لهم ان وقت تنفيذ المهمة الجديدة قد حان. ولما راحوا المكان ده كل حس انهم كانوا هناك قبل كده وقالوا ده هو ده المكان اللي كنا متصورين فيه زمان. دانيال ساعتها قال ايوه يعني ده هو المكان. القائدة ردت وقالت للبطل يلا يا بطل خد موقعك. دانيال وافق فورا، والمرة دي كان مكلف بدور القناص تاني، بس المرة دي القائدة قالت انها تشغل الهدف وتخليه يتحرك ناحية بطلنا، وان دانيال هيكون جاهز كقناص مستني اللحظة اللي يضرب فيها الرصاص. بس المفاجأة ان المكان اللي القناص واقف فيه هو نفس المكان اللي في الصورة القديمة بتاعة القاعدة. ولما القائدة راحت دانيال بدأ يدور ولقى درج فتحه ولقى جواه التميمة اللي النائب كان دايما بيتكلم عنها، وكمان لقى دفتر ملاحظاته كان كاتب فيه انه لو حد لقى الدفتر ده يبقى هو خلاص مات، وانه اختار دانيال يكون الشخص اللي يكمل الرسالة بتاعته، وانه كان بيحقق في حاجة كبيرة لها علاقة بالقائدة. واثناء ما هو بيقرأ المهمة بدأت فجأة الهدف قرب يوصل، بس فجأة هجموا من وحوش غريبة دخلت عليهم من ولا حتة، والوحوش دي شكلها مش طبيعية وبتهيألي انها من شغل الواد هايدن واتباعه. ساعتها فيرا قررت تروح بنفسها وتواجه الهدف عشان تسحبه لمكان دانيال، وبدأت المعركة الكبيرة. الكل دخل يقاتل والجو بقى مولع نار، وهايدن وصل وواجه فرقة البطل بنفسه. ولما دانيال شاف الوضع حس ان الموضوع بقى صعب على زمايله، بدأ يضرب عليهم نار عشان يغطي عليهم، بس كده هو فضح مكانه الغبي. هايدن طار عليه على طول وقرر يواجهه وجها لوجه، وحصلت خناقة نار بينهم، ضرب وتكسير، اكشن وتدمير. ولكن للأسف شكل دانيال هو اللي بدأ يضعف ويتراجع، وفي نفس الوقت الحارس اللي كان بيحمي ليزا كان بيمر في واحدة من الآلات. هو مجموعة هايدن قدروا يوصلوا ليزا وخطفوها فعلا، واللي حصل ان هايدن تراجع، وكان اللي خطف ليزا هو دكتور كده باين عليه شرير، وقال للقائدة احنا بقى عارفين كل حاجة عن قدرتك على الرجوع بالزمن يا أمورة. وأول ما سمعت الكلمة دي قالت لهم هستنى الفرصة التانية، بس الدكتور بيعرفوا ان الهبل ده كله خلص. وفجأة عمارة بتنفجر وبتقع والعصابة هربت، ويا دوب أعضاء الفرقة قدروا ينجوا. السر اتكشف خلاص، والقائدة بنعرف ان عندها قدرة الرجوع بالزمن، وعلشان كده كانت عارفة حاجات كتير قبل ما تحصل. ده مش أول مرة ترجع بالزمن، عملتها قبل كده كذا مرة. المرة دي كانت قاعدة بتفكر ليه كل حاجة بتحصل دلوقتي مختلفة، ليه الأحداث مش ماشية زي المرات اللي فاتت، في حاجات حصلت المفروض انها ما كانتش تحصل، الدنيا بتتغير. وفي الوقت ده الفريق بتاعنا كانوا قاعدين محتارين ومش فاهمين حاجة.
قالوا احنا بنعمل مهام كتير بس عمرنا ما فهمنا الغرض منها ايه، وما بيعرفوش اصلا القائدة بتفكر في ايه او بتخطط لايه. فبدأوا يتكلموا سوا وقالوا طب ما نجرب نقوي علاقتنا ببعض شوية. البطل قال يلا نعمل حفلة شواء ونعزم القائدة، وطار على طول يروح يدعيها بنفسه. ولكن القائدة كانت قاعدة بتفكر اكيد البطل جاي النهاردة يستقيل. وفعلا البطل دخل عليها وقال لها انه عايز يقابلها. هي قالت اكيد جاي يقول لي انه هيسيب المهمة، بس المفاجأة انه كان جاي يدعيها الحفلة مش اكتر. وهي وافقت على طول واتصدمت وقالت في نفسها ايه ده مش طبيعي، مش زي كل مرة. وفي الوقت ده زعيم هايدن اللي كان خلاص خطف ليزا وبقت عندهم، ويبدو ان ليزا بدأت تفوق بس لسه تايهة ومش فاهمة ايه اللي بيحصل. والموضوع بدأ لما سألت انا فين وانتوا مين اصلا، بس الزعيم رد وقال مش لازم تعرفي، اللي يهمك ان اليوم اللي هنتحد فيه قرب جدا. وفي نفس الوقت البطل قال انه هيروح يشتري شوية حاجات للمأكولات، بس في الحقيقة راح نزل لتحت الارض من غير ما حد ياخد باله. وهناك بدأ يقرأ في دفتر مذكرات النائب اللي مات، والمذكرات كانت بتتكلم عن القائدة، وكان باين من الكلام ان في رابط غريب بيجمعهم. ورغم انهم اتقابلوا لأول مرة وقتها، كان كمان كاتب ان كلام القائدة فيه حاجة مش طبيعية، في عمق. وفجأة وهو بيقرأ وحوش هجمت عليه، بس اهل القرية اللي انقذهم قبل كده دخلوا وساعدوه بسرعة، وقعدوا يتكلموا شوية. وساعتها البطل عرف منهم عن الأوني او الوعاءات اللي فيها طاقة خاصة. ورجع البطل بعد شوية ولقى ان الكل مستنيه علشان حفلة الشواء، بس هو كان راجع هدومه مقطعة ووشه عليه تراب من المعركة. وبدأوا الحفلة بس القائدة ما كانتش ظهرت لسه، فقرر يروح لها بنفسه ويكلمها. راح اعتذر لها عن اللي قاله زمان لما كان متضايق منها، وكمان قال كلام كأنه فهمها جدا وهي ما قالتش ولا كلمة. ولكن الغريب قعدت تتصرف زي الناس اللي بتحاول تخبي مشاعرها، وبعدين مشيت من غير ما تبين اي حاجة. بس الحقيقة انها كانت بتراقبهم من بعيد، وقعدت تبص على لمتهم وفرحتهم، وفكرت وقالت في نفسها اللي غير الزمن هي العلاقة بين اعضاء الفريق. فقررت تروح وتنضم لهم في الحفلة، ولما عملت كده الكل فرح بيها جدا، والجو بقى دافي ولطيف، وحسوا انهم بقوا فريق واحد لأول مرة. وتاني يوم القائدة طلبت تقابل دانيال على انفراد، وكان عندها كلام مهم جدا عايزة تقوله، وهو ان بكل وضوح عايزة تعفيه من خدمته. يعني باختصار كده طردته من الفريق. واما دانيال اتصدم ومبقاش فاهم اي حاجة. وبعد ما دانيال اتطرد فجأة من الوحدة بقى مش فاهم هو اتطرد ليه، فقرر يروح يسأل المسؤولين الكبار او القيادات العليا. ساعتها قالوا له انت خالفت القواعد، دخلت على نظام الطيران من غير اذن، وعملت شوية تصرفات من ورا ظهرنا، وده كفاية جدا علشان تطير بره الفريق. بعدها رجع دانيال حزين، قال لاصحابه في الفريق فكلهم اتصدموا، والجو بقى فائق الحزن، خصوصا انه اتطرد فجأة ومن غير سابق انذار. وكمان بنعرف انه مش قادر يرجع بلده دلوقتي لانه لا حجز تذكرة ولا راتب اي حاجة. فقال لهم انا هقعد هنا شوية قبل ما ارجع. ساعتها قالوا له طب ما نعمل لك حفلة وداع على الاقل. وفعلا راحوا البار اللي البطل كان بيروحوا مع ليسي، وقعدوا يتكلموا عن ذكرياتهم، وخاصة عن النائب اللي كان ليه معزة كبيرة في قلوبهم. الكلام عنه خلى الكل يتأثر ويفتكروا. وفجأة دانيال قال لهم استأذنكم هخرج شوية. وهو ماشي سمع صوت غريب، جري بسرعة عشان يشوف فيه ايه. ولما وصل لقى ان الشخص اللي كان بيصنع الأسلحة للفريق اتعرض للهجوم. وشكل البطل اكتشف سر خطير جدا خلاه يسيب كل حاجة ويجري على القائدة فورا، لان في الوقت ده العدو بقيادة هايدن بدأ يتحرك ناحيتهم، وشكل الهجوم خلاص قرب يبدأ. وخلاص كان ناوي يهاجم وياخد حاجة مهمة من القائدة وما ضيعش وقت. هاجم فعلا ووصل لحد أوضة القائدة بنفسها، واللي كان بيدور عليه كان عايز ياخد الخاتم او القطعة اللي الاهل القرية اورثوها لبعض جيل ورا جيل، واللي كانوا سلموها للقائدة عشان يحافظوا عليها. والقائدة كانت عارفة ان العدو هيحاول يسرقها، لكنها ما كانتش ناوية تسيبه ياخدها بالساهل ابدا. وبدأت المعركة، الضرب بين الطرفين كان نار، والاتنين كانوا اخر جمدان محدش قادر على التاني. وهايدن كان بيلعبها نفسيا، بدأ يستفز القائدة بالكلام عن النائب اللي مات، وقال لها انه مات على ايده هو، وكان بيحاول يخلي
يخليها تغلط من كتر الغضب. وفعلا القائدة فقدت أعصابها وهجمت عليه من غير تفكير، وده خلاها في موقف ضعيف، وهايدن استغل الفرصة وبقى هو اللي ليه اليد العليا. ولكن فجأة بطلنا دانيال دخل في اللحظة المناسبة وأنقذها، والحمد لله كانت على وشك إنها تنهزم بس لحقها في آخر لحظة. بس بقى هايدن كان أخد الحاجة اللي هو جاي علشانها وسحب نفسه وهرب، ولكن المفاجأة اللي أخده كان مزيف. القائدة كانت مبدلاه من الأول، والخاتم الحقيقي سلمته للبطل دانيال وقالت له دي أمانة معاك احفظها كويس. وقالت له كمان إن ده كان السبب الحقيقي ورا إنها قررت تطرده من الفريق علشان ما يكونش في الشبهات ولحد ما يبعد بالخاتم الحقيقي بعيد. وقالت له كمان يخرج من المكان فورا، هو فعلا سمع الكلام وركب الطيارة علشان يمشي. بس في الوقت ده فريق المهمة بدأ يتحرك وبدأوا ينفذوا عملية جديدة. الغريب ان المهمة شكلها مريب، حتى القائدة نفسها مش عارفة ايه هدفها الحقيقي. ولما دخلوا هناك قابل الشخص اللي واقف مع هايدن. طبعا هم ابتدوا يهاجموا بعض دلوقتي، وبطلنا فجأة افتكر انه مش هيقدر يسيبهم، فجري بسرعة ورجع عشان يساعد الناس اللي معاه في الوحدة. ولما وصل اكتشف ان كل الناس ماتوا خلاص، وهو كمان اتهاجم بحاجة معينة ومات. بس لما صحى لقى ان كل اللي حصل كان حلم، بس انا مش متأكد اذا كان حلم ولا لا. وبطلنا صحي تاني وبدأ يلاحظ ان الموضوع مش مجرد حلم، لانه فعلا رجع بالزمن ورا التاني عشان الاحداث بتتكرر دايما، والمرة دي بقى عارف كل حاجة. وبدأ يشرح للفريق الخطة اللي القائدة عايزة تعملها عشان يقتل ليزا. ولما الناس عرفوا الكلام ده ركضوا بسرعة يساعدوا القائدة، وبعدين نفذوا الخطة زي ما كانت. بس في الاخر الخطة فشلت وكل الناس ماتوا على اي حال. وبطلنا عارف ان القدرة على الرجوع بالزمن دي جاية من حاجة القائدة اديتها له، والشرط عشان يرجع بالزمن ان اللي بيملك الحاجة دي بيموت. ولما بطلنا صحي تاني كل حاجة بتبتدي من الاول، يعني بيرجع يبدأ من نقطة معينة بعد ما مات. واللي حصل ده معناه ان في كل مرة بيستخدم الحاجة دي عشان يرجع بالزمن لازم يموت وبعدين يقوم من تاني. استغفر الله. وده معناه ان القوة دي مش سهلة خالص ولا مجانية، لان كل مرة بيرجع فيها بالزمن لازم يدفع ثمن كبير وهو موته. الموضوع رجع يتكرر من الاول بالظبط زي ما هو، بس في المرة دي بطلنا ابتدى يلاقي حل للمشاكل اللي كانت بتحصل. هو كمان كان محتار ومش فاهم بالظبط ايه القوة دي اللي بترجعه بالزمن، فحاول يسأل بس محدش كان عارف اي حاجة، لحد ما بطلنا سمع بالصدفة من جهاز لاسلكي ملك الهايدن، وطلع ان القوة دي في الحقيقة ملك القائدة، واللي هي استخدمتها عشان ترجع بالزمن كذا مرة قبل كده. وبعد ما عرف الحقيقة كلها قرر بطلنا يروح يحل المشكلة من المصدر، فهاجم القاعدة اللي كانوا مخبيين فيها ليزا وخدها بسرعة وبدأوا يهربوا. بس الأعداء كانوا كتير قوي والفريق بتاعنا ما قدرش يوقفهم، وللأسف أخدوا ليزا منه تاني. ولكن في اللحظة دي باقي أفراد الفريق بتاعنا ظهروا عشان يساعدوه، وفضلوا ينفذوا الخطة بتاعتهم القائدة ودانيال. وقبل ما الأعداء يقدروا يستخدموا ليزا عشان يتحولوا لوحش ركضوا عشان يمنعوا الموضوع، بس كان تقريبا متأخر جدا. هو كل اللي قدروا يعملوا انهم يعطلوا الموضوع شوية. القائدة طلبت من بطلنا ان هو يقتل ليزا بأسرع وقت، لان لسه في وقت وجسدها لسه ما تحولش بالكامل. بس هو قال له انه مش لازم يقتلها، والسبب انه لو قتلها المدير هتختفي. ممكن الكلام ده يكون غريب شوية، فهفهمك الموضوع. ليزا في الحقيقة هي القائدة نفسها، وهي اللي عايزة تمنع نفسها لما كانت صغيرة. وبعدين بدأوا يهاجموا، والوحش ده بقى بيهجم بشراسة وبيقتل كل الناس بسرعة، وطبعا ما بينهم بطلنا. ولما بطلنا مات رجع بالزمن من تاني، وفي المرة دي فهم كل حاجة وقرر يغير من شكله. بطلنا قعد يتكلم مع كل الفريق وكان محتار قوي يقول لهم الحقيقة ولا لا، يعني انه فعلا رجع بالزمن ولا يفضل ساكت. بس كل الفرقة قالت له انهم عايزين يسمعوا الحقيقة لانهم واثقين فيه، وبطلنا كان واثق جدا وده خلاه يتحرك بحماس وحيوية اكتر. بطلنا قرر انه يقول لك كل الحقيقة كلها، انه رجع بالزمن وبيعرف كل حاجة عن المستقبل وعن المهمة اللي هم فيها. ولما الفرقة سمعت الكلام ده صدقوه على طول. وطبعا اول حاجة عملوها انهم بدأوا يحلوا المشاكل عشان هم دلوقتي عارفين اللي هيحصل. واول حاجة اتعاملوا معاها كانت مع الطفلة الصغيرة، واللي هي كانت مع الراجل اللي اسمه هايدن لانها كانت دايما بتسنده. وبعد ما خلصوا منها راحوا توجهوا لهايدن بنفسه. وبطلنا عمل شغل جامد جدا، وهايدن ما تعرفش ازاي فهم على طول ان بطلنا جاي من المستقبل. بس هايدن قرر يستسلم وقال لهم انهم
هم لسه ما كسبوش المهمة دي، وبعدين انتحر قتل نفسه في اللحظة دي. وبعد كده بطلنا راح للقائدة، واللي في الأول ما كانتش مصدقاه إنه هيقدر يعمل اللي قاله، بس بطلنا قال لها إن هو اللي رجع بالزمن زيها بالظبط، وعشان كده هو عارف كل الأخطاء اللي حصلت. وكان واضح إنه عايز يساعد المديرة جدا لأنها في الحقيقة زي ليزا الصغيرة. وبعدين كل الفرقة استعدوا عشان يبدأوا المهمة، وفي وسط القتال القائدة وصلت وجت تدعم بطلنا والناس اللي معاه. باين إن العدو بيزيد جامد جدا، وفريقنا قرر يقول لبطلنا والقائدة إنهم يمشوا الأول وهم هيتصدوا للعدو ويوقفوهم هنا. وبعد شوية لما الفريق بتاع الأعداء وصل، الزعيم بتاع هايدن كان بيحاول يستخدم ليزا عشان يندمج معاها، ولكن بطلنا جه يوقفهم، وعشان كده الاندماج ما كملش، بس الطاقة اللي خرجت كانت عنيفة جدا. الوضع بقى صعب على بطلنا لأنهم بقى بيتقاتلوا بشدة وكل واحد بيحاول يسيطر على التاني. ولكن الكارثة الكبرى حصلت لما وحش بقوة كبيرة ظهر وبقى أقوى بكتير. بطلنا فكر إنه لو جمع الطاقة اللي متقسمة في حاجتين، واحدة معاه والتانية مع القائدة، ساعتها يقدروا يهزموا الوحش ده أكيد، بس ده كان فيه مخاطرة كبيرة جدا. ورغم كده كل الفرقة كانوا واثقين في بطلنا وكلهم كملوا في القتال، وكان باقي الفريق بيدعم بطلنا بكل قوته. وطبعا بطلنا كونه البطل أظهر مهاراته الجامدة جدا، وكانت المعركة دي أسطورية. ودانيال كان قوي جدا وقدر يدخل الطاقتين دول جوه الوحش، بس اتهاجم هجوم عنيف. في اللحظة دي حسيت انه ممكن يموت، بس هو ما استسلمش وفجر كل طاقته وقضى على الوحش ده. وبعد ما كل حاجة انتهت الفرقة جت تبص عليه، لقت جسمه بيبدأ يختفي وكان واضح انه خلاص بيموت. بس قبل ما يموت سمع طلب من القائدة انه لازم ما يموتش ابدا، وده مش امر، ده طلب. استغفر الله العظيم. بس ساعتها للأسف بطلنا سلم قدرة الرجوع بالزمن للقائدة مرة تانية. بس كده يا سيدي، دي كان نهاية القصة بتاعت النهاردة. الحاجة الوحيدة اللي ممكن نستفادها انك تصلي على النبي وتذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنساش تعمل لايك واشتراك، وسلام يا زعيم.